هلا طلاب، شلونكم؟ ان شاء الله تكونون بخير. اليوم درسنا الدرس الثاني من التربية الإسلامية الصف الخامس الابتدائي. هذا الدرس راح يكون عن صفات المؤمن. السؤال الأول راح نشرح المناقشة، يعني أحط لكم الأسئلة المهمة اللي تجيكم بالامتحان، يعني ملخص الدرس. أوكي، وحل المناقشة. أول سؤال هذا مهم. اذكر حديثا شريفا يشبه المؤمن بالنحلة. هذا الموضوع اللي هو عن الحديث، مثل المؤمن كالنحلة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: مثل المؤمن كالنحلة، إذا أكلت طيبا، وإن وضعت طيبا، وإن وقفت على عود النخل لم تكسره. السؤال الثاني: اذكر حديثا يتكلم عن صفاتين من صفات المؤمن. فرق بين الحديثين. شنو صفات المؤمن؟ من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن. السؤال الثالث: لماذا شبه الرسول المؤمن بالنحلة؟ لأن النحلة تتصف بالنشاط والمواظبة على العمل، ولا تأكل إلا رحيق الأسهار، ولا تضع العسل لنا، فهي تأكل الشيء الطيب وتضع الشيء الطيب. من هو المؤمن؟ هذا تعريف المؤمن: هو المسلم الذي يؤدي الواجبات التي فرضها الله سبحانه، كالصوم والصلاة والزكاة والحج والجهاد في سبيل الله، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والوفاء بالعهد، وترك المحرمات مثل الظلم وقتل الأبرياء والكذب وغيرها. سؤال آخر: لماذا تسر المؤمن حسنته وتسوء سيئته؟ إن المؤمن الصادق إذا عمل حسنة كمساعدة الفقراء ونصرة المظلومين فإنه يشعر بالسرور، لأنه نفسه تحب الخير. أما إذا أخطأ وعمل سيئة تألم وتأذى وتاب، لأن نفسه تكره الشرور والمعصية. وهذه هي صفات المؤمن الصادق في إيمانه. سؤال آخر: ما مقياس العمل عند المؤمن؟ هي مرضاة الله سبحانه فيما يرضي الله يعمله، وما لا يرضي الله يتركه. عدد 10 من صفات المؤمن: يعمل بما أمره الله ورسوله، ويترك ما نهى عنه الله ورسوله، يحب الخير لغيره كما يحبه لنفسه، يواظب على قراءة القرآن وأداء العبادات، يتصف بمكارم الأخلاق: الصدق والأمان، الكرم، الصبر، الإيثار. إذا أخطأ وصدرت عنه مخالفة يندم ويستغفر ويتوب. يهتم بشؤون أسرته وأبنائه ويحبهم ويهتم بتربيتهم تربية صالحة. محب للعلم والمعرفة، يحب وطنه وأهله وأقاربه وجيرانه ويتعاون معهم. مخلص في عمله ومجد لا يتقبل الكسل. يشعر بالأخوة والمحبة والوحدة مع كل المسلمين.